ألف مبروك الفوز للمنتخب العراقي، لكن أكو شغلات لازم ننتبه عليها قبل لا ننتقل للمرحلة الجاية. فوزنا بهاي المباراة اعتمد على شغلتين، الشغلة الأولى إن اليابان ما كانت بيومها أبد وقدمت أداء جدا سيء، والشغلة الثانية إن المنتخب العراقي اعتمد على القوة الجسمانية اللي عنده وأيمن ما قصر. همزين جولين بعد كل الانتقادات، لكن عندي عتب وحيد على المدرب، إنه ليش ما شارك علي الحمادي بهاي المباراة. علي الحمادي كان ممكن يكون خيار أفضل من مهند علي، خصوصًا إنه يمتاز بالرأسيات والقفز العالي، لذلك تقدر تستفاد من عنده بالعرضيات وبالالتحام الجسدي. على العموم ألف مبروك الفوز، وهاي المباراة استثناء، أتمنى من الفريق إنه ما ينغر وما يحس إنه هذا هو، إنه إحنا عبرنا دور 16 وهذا الإنجاز يكفي الشعب العراقي. أتمنى بالمباراة الجاية إنه الفريق يحسن شوية من وضعه، أحس إنه أكو تبديلات غلط، مفروض علي الحمادي يدخل، مفروض نلعب ب2 مهاجمين، نلعب أكثر على العرضيات. أحس الفريق الأجنحة مالته ضعيفة، علي جاسم وأتوقع أمين يونس